السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة إحنا شرحنا قبل كده فيديو مراجعة على الثلاث وحدات، أول 3 يونت على الجرامر. النهاردة بقى هنطبق عليها بكل تفاصيل. تمام يا شباب؟ أول حاجة كده قبل ما نخش على الحل على طول، عايزين بس أفكركم بحاجة كده سريعة. اللي ما اتفرجش على فيديو المراجعة يرجع يتفرج عليه. أول حاجة كده بقول لك المضارع التام بيستخدم المضارع التام للتعبير عن عدد عدد مرات تكرار الفعل. بس ركز بقى في الحتة دي بقى، عشان هنا دي اسئله فائقين بقى. ركز في الحته دي. عدد مرات تكرار الفعل بشرط. الشرط ده يا مستر؟ ان يستطيع الفاعل فعل الشيء مره اخرى. اللي انت تقدر تعمل الحاجه دي مره كمان. طب لو انت يا مستر ما اقدرش اعمل الحاجه دي مره كمان، يبقى هنا بقى ماضي بسيط. يبقى في فرق بقى. لو انت تقدر تعمل الحاجه دي تاني يبقى ده مضارع تاني. تمام؟ هاز تصريف ثالث. اما لو مش هتقدر تعمل الحاجه دي تاني يبقى اذا هنا ده ماضي بسيط، اللي هو لو الفعل منتظم هيكون اخره دي، لو مش منتظم هيبقى تصريف الثاني الفعل. مثلا كده بقول لك عادل امام ماله يا مستر؟ has acted 50 films. عادل امام ده هو صور 50 فيلم. قال لك يستطيع ان يمثل، لانه ما زال موجود. هنا استخدمت المضارع التام علشان عادل امام عايش وممكن يصور تاني. بص بقى الجمله اللي بعدها كده، اسماعيل ياسين. والله يا مستر اسماعيل ياسين ده توفى. تمام؟ فاذا اقول acted 50 فيلم. تمام؟ يبقى انا يا شباب لو انا ذكرت عدد مرات حدوث الفعل بس انا اقدر اعملها تاني، انا حي واقدر اعمل الحاجه دي مره واثنين وثلاثه، يبقى انا مضارع تام، يبقى هاف او هاز تصريف ثالث. اما لو انا مش هقدر اعمل الحاجه دي تاني يبقى انا ماضي بسيط. ماشي يا مستر؟ قال لك كلمه جاست مع المضارع التام بتساوي كلمه اسمها a short time ago. مع مين؟ مع الماضي البسيط. يعني مثلا كده قال لك he has just played football. هي he played football a short time ago. ماشي يا مستر؟ في حته هنا كويسه جدا. قال لك يمكن ان يبدا السؤال ب have او has، وتكون الاجابه بيس او نو، ثم الفاعل، ثم ماضي بسيط. بس امتى يا مستر احط ماضي بسيط؟ قال لك اذا جاء علامه من علامات او كلمه من كلمات الداله على الماضي البسيط. يعني مثلا كده بقول لك have you visited اسوان؟ هل انت سبق ليك ان انت زرت اسوان قبل كده؟ قال له yes نعم I visited it last year. مستر مش المفروض اقول هنا yes I have visited؟ والله كده صح على فكره. بس هنا جاب لي كلمه من الكلمات اللي بتدل على الماضي البسيط اللي هي last year. فاذا last year اصلا كلمه بتدل على الماضي البسيط، وهنا الماضي البسيط لو الفعل منتظم بيكون اخره دي. ماشي يا مستر؟ عندنا كلمه اسمها ان بتيجي قبل السنه، بس امتى؟ لو دي فين؟ في الماضي البسيط. اما سينس تيجي برضه قبل السنين، بس امتى؟ في المضارع التام. يا مستر اعرفهم ازاي؟ قال لك لو شفت have او has وجاب لك سنه في الاخر، اعرف ان انت هنا هتحط مين؟ هتحط سينس. تمام؟ طب مثلا ما جابش have او has وجاب لي سنه في الاخر، لا هنا هتحط مين؟ هتحط ان. يعني مثلا كده بقول لك he worked، جاب لك كلمه بتدل على الماضي، يبقى اذا ده in 2020. اما هنا بص كده he has worked in Cairo، قال لك since 2020. هنا جاب لك has تصريف ثالث. فاذا هنا هستخدم مين قبل السنه؟ هستخدم since. ماشي يا مستر؟ احنا طبعا قلنا في فيديو المراجعه ان ايفر بستخدمها مع صيغه التفضيل اللي هي ذا، والكلمه اللي بعدها لو الصفه اللي بعدها اخرها est لو الصفه لو الصفه صغيره. يبقى اذا بستخدم ايفر مع صيغه التفضيل. ماشي يا مستر؟ ده بس اللي كنت عايز اقوله لكم. تعالى بقى كده نحل يا شباب. ركزوا بقى معايا في الحل. اللي ما سمعش فيديو المراجعه فايته كتير جدا. اول سؤال بيقول لك I not my homework already. مستر دي كلمه already كلمه من الكلمات اللي بتدل على المضارع التام. فاذا هنا يا شباب يبقى تاخد have وبعدها التصريف الثالث اللي هو have finished. يبقى الاجابه هنا I have finished. السؤال اللي بعده ذا ميوزيوم، المتحف. هنا والله يا مستر المتحف ده حاجه غير عاقله. فاذا الجمله مبنيه للمجهول. ومين الشاطر اللي فاكر المبني المجهول في زمن المضارع التام كان بيتكون من have has been تصريف تصريف ثالث للفعل. فاذا هنا المتحف ده مستر مفرد، فيبقى has وبعد has been يبقى has been وبعدين احط كلمه visited by many tourists.
ماي كار نوت ليتلي. كلمة ليتلي من الكلمات اللي بتدل على المضارع التام، والعربية هنا يبقى هنا حاجة غير عاقل، فإذا الجملة مبنية للمجهول، فإذا تبقى الإجابة إيه؟ has been repaired. has been repaired. السؤال رقم 4 they have نقط been to Alexandria. فهنا مستر الجملة بادئة بفعل عادي وبعد كده have أو has، فإذا أنا هستخدم مين؟ هستخدم never. مستر إمتى كنا نستخدم ever؟ قال لك لو الجملة بادئة بهاف أو has، الجملة بادئة ب it is the first time، الجملة فيها صيغة تفضيل اللي هي ذا و est. تمام؟ he has the room. المفروض هنا يا مستر اللي احنا ايه نبدل، يبقى ايه just left، عشان have و has بيجي بعدهم just، وبعد just التصريف الثالث للفعل. my sister has نقط her phone again. يبقى اذا هنا ناقص مين؟ التصريف الثالث للفعل عشان جاب لك has، والتصريف الثالث من break هو ايه؟ broken. السؤال رقم 7 I not the movie yet. كلمة yet يا شباب بتيجي في نهاية الجملة المنفية، تمام؟ فإذا I هنفيها بمين؟ هنفيها ب haven't. شطار. والتصريف الثالث من سي هو مين؟ هو سين يا مستر. السؤال رقم 8 we not 3 chapters already. كلمة already من الكلمات الدالة على المضارع التام، وجمع يا مستر، فتبقى الإجابة have ايه؟ have read. السؤال رقم 9 you ever eaten فلافل. والله يا مستر جاب لي ever من الكلمات اللي بتدل على المضارع التام، ويو اصلا ما بتاخدش has يا مستر، بتاخد have، فتبقى الإجابة ايه؟ تبقى الإجابة have. السؤال رقم 10 بيقول لك ايه؟ she not English since she was a child. اعرف يا شباب هنا ملحوظه كويسه جدا ان since بيجي بعدها ماضي بسيط وبيجي قبلها مضارع تام، فاذا يا مستر she ديت مفرد وتاخد has، وبعدها التصريف الثالث، والتصريف الثالث من study هو studied. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ have you. هنا الجمله يا مستر بادئه بهاف، فاذا الاجابه هتبقى مين يا شباب؟ الاجابه هتبقى ever. السؤال رقم 12 the window نقط being broken. والله يا مستر الجمله هنا مبنيه للمجهول والشباك هنا مفرد، فيبقى الاجابه ايه؟ has. وانا راجل محترم جاب لك بين، جاب لك ايه بعدها التصريف الثالث. ذا موفي رقم 13 ذا موفي نقط بين واتشد. برضه يا مستر الفيلم هنا حاجه غير عاقله وهنا مفرد اصلا يا مستر، بتبقى الاجابه مين؟ تبقى الاجابه has. السؤال رقم 14 بيقول لك ايه؟ لانش نقط يت اصلا بتيجي في نهايه الجمله ايه؟ المنفيه. شطار. بس يا مستر الغدا ده حاجه غير عاقله، فاذا الاجابه ايه؟ مبنيه للمجهول، فتبقى الاجابه ايه؟ hasn't been cooked. السؤال اللي بعده 15 بيقول لك ايه؟ she has just فناقص ايه؟ ناقص التصريف الثالث للفعل، بتبقى التصريف الثالث من finish هو مين؟ هو finished. السؤال رقم 16 he has never ناقص مين يا مستر؟ ناقص التصريف الثالث، والتصريف الثالث اول حاجه ارجع كلمه سو دي للمصدر، المصدر من سو هو سي، والتصريف الثالث من سي هو مين؟ هو سين يا شباب. السؤال رقم 17 we not gone to the market. اول حاجه كده اول ما اشوف gone to ديت معناها ذهب ولم يعد، ولازم يجي قبلها have او has، بس we هنا جمع فتبقى الاجابه ايه؟ هتبقى الاجابه have. السؤال رقم 18 شي نقط باي. اول ما اشوف باي يا معلم اعرف اللي انت هنا في المبني للمجهول. ماشي يا مستر احنا خلاص كده ايه؟ حفظنا القاعده. المبني المجهول has been supported. السؤال اللي بعده the homework by here. مستر الواجب ده حاجه غير عاقله، يبقى اذا مبني المجهول فاللي ناقص هنا يا شباب has been done. السؤال اللي بعده the pyramids الاهرامات مبنيه للمجهول عشان الاهرامات ديت ايه؟ حاجه غير عاقله، فاذا ناقص مين هنا يا شباب؟ ناقص been، وهنا التصريف الثالث زي ما هي. ركز بقى في الاسئله ديت عشان الاسئله ديت بقى ايه؟ اسئله للتفكير. دي اسئله ناس ايه؟ ناس ايه يا مستر؟ زي ما مستر بيقول لك كده، بيقول لك ايه؟ it is 3 years since. والله يا مستر انت قلت ان since بيجي بعدها ماضي بسيط، انا عايز هنا ايه؟ عايز هنا ماضي بسيط، وهنا جاب لك visit، فالماضي من visit ايه؟ ده فعل منتظم، فالماضي من visit يا مستر هو visited.
دي اول سؤال حليناه بسهوله. تاني سؤال have you played football؟ yes I not، بس ركز هنا بس ما تستعجلش. yesterday كلمه بتدل عليها يا شباب، والله يا مستر yesterday بتدل على الباست سيمبل، الماضي البسيط. ماشي، ما الماضي البسيط ده لو الفعل منتظم بيكون اخره اي دي، صح ولا لا؟ ولو مش منتظم يبقى التصريف الثاني. فهنا تبقى الاجابه ايه؟ تبقى الاجابه بلايد بس يا شباب. يا مستر مش المفروض تبقى يس اي هاف بلايد؟ صح بالظبط، بس لو كان شال ايه؟ لو كان شال او كان حذف كلمه يسترداي. السؤال رقم 3 تاليا از ذا بيست. لا لا لا، اللي ما تتفرجش على فيديو المراجعه فايته حاجات كتيره جدا، احنا شرحناها في فيديو المراجعه بكل بساطه خالص. قال لك ذا بيست، والله يا مستر دي صيغه تفضيل، وانت قلت لي مع صيغه التفضيل بنختار مين؟ ايفر ولا نيفر؟ ايفر يا مستر. اللي ما تتفرجش على فيديو المراجعه يا شباب يرجع يتفرج عليه. ماشي. السؤال رقم 4 she has traveled abroad. ركز بقى في الحته دي قوي، جاب لك هنا سنه اللي هي ايه؟ 2022. بس يا مستر حط ان ولا سنس هنا يا مستر؟ احنا قلنا ايه؟ اختار سنس امتى؟ لو في مضارع تام. مستر ده هنا في هاز يا مستر اهو، هاز ترافلد، يبقى انا ده مضارع تام، اختار مين يا شباب؟ اختار سنس بكل بساطه خالص. ركز بقى في السؤال ده نفس السؤال بالظبط، بس انا هحذف حاجه بسيطه بس. قال لك ايه؟ he was born 2022. مستر اختار سنس ولا اختار ان؟ وهنا جاب لك مضارع تام، جاب لك هاف هاز تصريف ثالث؟ لا يا مستر. فخلاص بقى هنا اصلا ووز بتدل على الماضي اصلا، فتبقى الاجابه ايه؟ ان. مش احنا قلنا يا شباب قبل كده ان من الكلمات الداله على الماضي ان والسنه فين؟ ان وسنه ماضيه يا مستر، ان وسنه ماضيه. السؤال رقم 6 ركز بقى في السؤالين دول عشان مهمين جدا. قال لك ايه؟ عادل امام 150 فيلم he can act more، هو ممكن يمثل تاني، فاذا هنا مضارع تام. مضارع تام عادل امام ده مفرد يا مستر، فتبقى الاجابه هاز، والتصريف الثالث من اكت هو اكتد، هاز اكتد يا مستر. ماشي يا عم. خش على السؤال السابع. اسماعيل ياسين ماله 150 فيلمز he can't act more، هو مش هيقدر يمثل تاني، مش هيقدر يمثل، يبقى انا ماضي بسيط يا شباب. والماضي من اكت بكل بساطه خالص acted. طبعا اسئله تافهه صح؟ هنا هنخش بقى على ايه؟ تعديل الحاجات اللي مش صح، او هنبدل بقى. قال لك ايه؟ he watched TV a short time ago. عايز يحط مين يا شباب هنا؟ عايز يحط just. والله يا مستر انت قلت لي just تيجي في المضارع التام have، has just تصريف ايه؟ تصريف ثالث. فانا اول حاجه هشيلها، هشيل مين؟ a short time ago. ليه يا مستر؟ علشان هي من الكلمات اللي بتدل على الماضي، كلمه ago ديت من الكلمات اللي بتدل على الماضي. فاقول ايه بقى؟ هي تاخد have ولا has يا شباب؟ he has. ماشي يا مستر. بعد has مين اللي هيجي؟ just. he has just. وبعدين التصريف الثالث watched ايه؟ تي في. ماشي يا مستر سهل. عايز يحط هنا فور يا شباب بكل بساطه خالص عشان تعرف تحل الفكره بتاعت فور وسنس. لو جاب لك سنس يا شباب هتعمل ايه؟ وعايز مثلا يحط فور، هو مثلا قال لك ايه؟ 2000 وكام مثلا هنا؟ 2020. احنا دلوقتي في 2000 وكام؟ 2000 مثلا 25. فاحنا هنعمل ايه؟ هننقص 2025 من 2020، فتبقى الاجابه بص هنا كده هنعمل ايه؟ he has lived. هكتب الجمله زي ما هي كده in كايرو. احنا دلوقتي في 2000 وكام؟ 2025. من 2020 ناقص كام سنه؟ او في فرق كام سنه؟ 5 سنين. فقول لي بقى 5 year ولا years؟ ها مين الشطر اللي هيقولها؟ years. مش احنا قلنا قبل كده ان فور لازم يجي قبلها قبل الكلمه او ان او منتهى بحرف ايه؟ منتهى بحرف الاس، فعشان كده قلنا ايه؟ years. ماشي يا مستر سهل. عايز هنا في الجمله ديت يحط هاز، فاقول لك ايه؟ لاحظ هنا ان ايه؟ هاز جابها لك كابيتال، فعايز يبدا السؤال بيها يعني. فاقول ايه؟ هاز ديت مفرد يا مستر، فنختار اي حاجه مفرد من عندنا، مثلا هاز هي، واكمل بقيه الجمله. سهله ولا صعبه؟ سهله يا مستر. كده احنا خلصنا اول قاعده عندك في الوحده الاولى. تعالى بقى نخش على تاني قاعده. ماشي يا مستر، تعالى نخش على تاني قاعده. خاف يعني ولا ايه؟ بس ركز معايا هنا كده. قال لك الحاله الشرطيه الثالثه بتتكون من اف
بعدها الفاعل، وبعد الفاعل اصلا الحاله الشرطيه الثالثه اف بتحب مين يا شباب؟ بتحب هاد، وبعدها التصريف الثالث. بس امتى؟ لو في الجمله الثانيه في would او could او might، وبعدها have، لازم بعد would او could او might تيجي ايه؟ have، وبعدها بايه؟ التصريف الثالث للفعل. ماشي يا شباب، تعالوا نحل هنا كده يلا. في هنا تركية كويسة جدا. طبعا المذكرة دي يا شباب مش دي خاصة بمذكرة مستر حمادة حشيش، ربنا يجزيه خير يا رب. هو كان ناشرها على الفيس وهو مسامح يعني، تمام. هو ناشرها على روح والده، ربنا يرحمه ويغفر له وجزاه الله خيرا. هنا في فكرة هنا كويسة، قال لك ايه بقى ايه؟ قال لك لاحظ معنى الحالة الثالثة جيدا، وانها تدل على ايه؟ على الماضي. يعني معنى الجملة هنا بيقول لك ايه؟ if he had arrived early، لو هو كان وصل بدري he would have caught the bus، كان هو هيلحق الاتوبيس. معنى كده اللي هو اصلا ما وصلش بدري وما لحقش الاتوبيس، صح ولا لا؟ صح. فقال لك ايه؟ لو انا عايز احط كلمة سوء اعمل ايه؟ اول حاجه يا شباب هنقول هنا هنجيب ماضي بسيط منفي، ماضي بسيط منفي، والناحيه الثانيه ماضي بسيط ايه؟ ماضي بسيط منفي. فقال لك ايه بقى؟ he didn't arrive early، هو اصلا بالفعل ما وصلش بدري، so ولذلك he didn't catch ايه؟ he didn't catch the bus، وبرضه ما لحقش ايه؟ ما لحقش الاتوبيس. تعالى بقى نحل هنا يلا. if they not a goal they wouldn't have، مش عايز اكمل يا مستر، جاب لي الناحيه الثانيه wouldn't have تصريف ثالث، يبقى اذا if بتحب مين؟ بتحب had تصريف ثالث، فتبقى الاجابه if had واحط الكلمه دي زي ما هي عشان ده اصلا تصريف ثالث. if I had gone مش محتاج اكمل يا مستر، اكيد الناحيه الثانيه في would، وبعد would مين؟ have، ما تنساش بقى would have، وبعد have التصريف الثالث اللي هو ايه؟ would have met. السؤال رقم 3 بيقول لك ايه؟ if I، عينيا بقى ايه؟ عينيا على الجمله اللي بعد الفاصله دي. على فكره يا شباب ابوستروف دي هي مين؟ هي would have، بس يبقى اذا انت لقيت في الناحيه الثانيه would have، يبقى اذا if هنا بتحب مين؟ بتحب had تصريف ثالث. فاذا جاب لك have، لا انا عايز had يا مستر. ماشي. السؤال رقم 4 if she had left late she wouldn't have، ناقص مين يا مستر؟ ناقص التصريف الثالث، فتبقى التصريف الثالث من كاتش هو كوت. عاش. احفظ يا شباب التصريفات عشان في ناس بتعمل ده. ممكن واحد دلوقتي يقول لك ايه؟ كاتشد، لا طبعا ده غلط. الناس اللي لسه ما اتفرجتش على الفيديو المراجعه ارجع اتفرج عليه، شايفك ها؟ ارجع يا حبيبي اتفرج عليه. السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 5 بيقول لك ايه؟ if he نقط، ابص على ايه؟ ابص على الجمله الثانيه يا مستر، احنا لسه هنقرا he would have gone، فاذا هنا تصريف جاب لك would have تصريف ثالث، فاذا if بتحب مين؟ had. ماشي، يبقى if he ناقص مين هنا؟ ناقص had. if he had وبعدين had برضه، بس كله بسيطه خالص. if he had lunch، لو كان هو عنده وقت للاكل. السؤال رقم 6 after نقط he went out، كلمة after يا شباب و as soon as مالهم يا مستر؟ بيجي بعدهم مضارع تام، والناحية التانية ماضي بسيط. after مالها؟ قال لك after و as soon as مالهم يا مستر؟ بيحبوا حاجة اسمها الماضي التام. ايه هو الماضي التام ده يا مستر؟ اللي هو had تصريف ثالث. ماشي يا مستر. وبيكرهوا مين؟ بيكرهوا الماضي البسيط، على عكس مين؟ على عكس بيفور بتحب الماضي البسيط وبتكره الماضي التام. فانا هنا يا شباب احنا قلنا افتر بتحب مين؟ بتحب الماضي التام. بس ركز هنا، لو مفيش فعل يا مستر بيبقى بعدها الفيرب مضاف له ايه؟ مضاف له اي ان جي. يبقى اذا افتر وبيفور لو مش بعدهم فاعل بيبقى بعدهم الفيرب مضاف له ايه؟ اي ان جي. هنا في فعل يا شباب؟ لا، فاذا هيجي بعدها الفيرب مضاف له ايه؟ اي ان جي، فتبقى الاجابه واتشنج بكل بساطه خالص. ركز، الاسئله دي كويسه جدا جدا جدا. السؤال رقم 7 if I، ابص الناحيه الثانيه جاب لي يا مستر would have تصريف ثالث، فاذا مين الاجابه هنا؟ had. انا حفظتها يا مستر خلاص بقى. had مين؟ had brought. السؤال رقم 8 if احمد had studied hard he not the exam، مستر جاب لي if بعدها had تصريف ثالث، فاذا الناحيه الثانيه مين من غير ما افكر؟ would have تصريف ثالث. would have تصريف ثالث، والتصريف الثالث من باز هو التصريف الثالث من باز هو ايه؟ هو باز.
السؤال اللي بعده if it had we wouldn't have gone out. مستر ناقص مين هنا؟ ناقص التصريف الثالث، والتصريف الثالث من rain هو rained. السؤال رقم 10 if he had driven carefully he would مش محتاجة have avoid، بس هضيف لها ايه دي بقى؟ avoided. السؤال رقم 11 if we had التصريف التالت من جوه يا شباب ايه؟ gone. السؤال رقم 12 you have bought the mobile if. احنا قلنا if في الحالة الشرطية التالتة بتحب الماضي التام وبتكره حاجة اسمها would، صح؟ ماشي يا مستر، يبقى انا عايز مين هنا؟ انا عايز would عشان هي بتكره if. السؤال رقم 13 if I not time. السؤال ده حلو، قالك لو انا عندي وقت I would have visited my uncle. هروح ازور مين؟ هروح ازور عمي. فاقول لك if I had ناقص had، وهنا التصريف التالت من had برضه هو ايه؟ had. if I had time لو انا كان عندي وقت. السؤال رقم 14 if she not the instructions she wouldn't have done it incorrectly. لو هي كانت سمعت التعليمات ما كانتش ايه حلت الحاجه دي غلط مثلا. فاذا هنا ناقص مين؟ ناقص had، والتصريف الثالث من read هو مين؟ هو read. السؤال رقم 15 he go out until. يا شباب كلمه till و until بيجي قبلها ماضي بسيط بس ايه بيكون منفي، ومنفي في الماضي البسيط بحاجه اسمها doesn't ولا didn't؟ حاجه يا مستر اسمها didn't. جمل للفائقين ركز معايا. he didn't play well so he didn't win the match. طبعا هنا جاب لك so صح؟ so هنا جاب لك قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي بسيط منفي، فانا ايه هثبتها بقى ايه في الحاله الشرطيه الثالثه. بقول ايه if he had ركز كده if he had played لو هو كان لاعب كويس ويل، معنى كده اللي هو ما لعبش كويس، صح ولا لا؟ ماشي. الجمله الثانيه ايه؟ هي احنا قلنا الحاله الشرطيه الثالثه if had تصريف ثالث، والناحيه الثانيه فاعل would have تصريف ثالث، هتبقى الاجابه ايه؟ he would have التصريف الثالث من وين هو won the match. يبقى اذا المنفي هنا مع سو اثبته مع if، بس هنا ايه بقول لك ايه بقى ترجمتها ايه؟ لو هو كان لعب كويس تمام هو كان هيفوز في المباراه، بس هو معنى كده اللي هو ايه ما لعبش كويس وما فازش في المباراه. هنا برضو ايه هنعمل نفس الحوار برضو هنا، بس هنا هنفي بقى. اقول لك ايه عايز يحط مين؟ عايز يحط سو، فاقول ايه she didn't ايه have enough. ما تيجي بقى بالمره نشرح لك ايه قواعد الوحده الرابعه. عندك هنا قاعده الافعال الناقصه اللي هي بقى الضروره ويجب والكلام ده. بكل بساطه خالص قال لك must تستخدم للتعبير عن الالزام والضروره مع مين؟ مع القواعد والقوانين العامه. اي حاجه تبع القوانين والقواعد العامه بستخدم معاها must او must. قال لك must دي بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، وفي كذا تركيه كده على الفعل في المصدر قلناها برضو في الفيديو اللي فات. المصدر من am is are was were. حاجه اسمها يا شباب حاجه مست اسمها الفيرب تو بي. فاذا المصدر من am و is و are was were حاجه اسمها الفيرب تو بي. فاذا يا شباب must هيجي بعدها am ولا is ولا are ولا be؟ هيجي بعدها be يا مستر عشان must بيجي بعدها الفعل فين؟ بيجي بعدها الفعل في المصدر. فمثلا بيقول لك كده you must follow safety rules. اول ما اشوف كلمه rules must من غير ما تفكر على طول. ماشي يا مستر. اما must انت يا شباب تستخدم للتعبير عن المنع والتحريم. يعني هنا ممنوع اجباري بقى، مش ان انت ايه يا تشرب يا ما تشربش، لا. يعني مثلا اقول لك ايه لو انت في البنزينه ممنوع التدخين، فده اجباري ولا اختياري؟ اجباري يا مستر. فانا هستخدم معاه ايه؟ mustn't. يبقى اذا مع القوانين والقواعد العامه هنا بستخدم معاها must او must. بالك لو شفت اي كلمه من الكلمات ديت استخدم ايه؟ mustn't. not allowed يا شباب بيجي بعدها to وبيجي قبلها الفيرب to be اللي هو ايه؟ am is are وهكذا.
forbidden بيجي بعدها to، prohibited بيجي بعدها to، against the law برضه بيجي بعدها to. فقال لك mustn't بيجي بعدها الفعل في المصدر. you mustn't lie المفروض انت ما تكذبش about your identity in lying المفروض انت ما تكذبش على الهوية بتاعتك. you mustn't park here ممنوع ان انت تركن هنا. طب لو ركنت يا مستر هتاخد مخالفة مثلا. تمام. اما بقى should و shouldn't ديت معناها يجب وبستخدمها للنصيحة، بستخدمها مع النصيحة. ولو شفت كلمة اسمها advice ايه استخدم should او shouldn't. فقال لك ايه should و shouldn't بيجي بعدها الفعل في المصدر. فهنا بقى بقول لك ايه you should limit your screen time انت انا بنصحك بقول لك المفروض انت تقلل من استخدام الشاشة. you shouldn't arrive late لا يجب عليك ان انت ايه تصل متأخر. عندنا حاجة اسمها كان وكانت. في ناس بتتلخبط بين should و must و shouldn't و mustn't. افرق بينهم ازاي يا مستر؟ قال لك مستر شباب مع القوانين والقواعد حاجه غصب عنك هتعملها. اما شود لا ممكن تعملها وممكن ما تعملهاش. يعني مثلا دلوقتي شايف حد بيدخن فبقول له ايه لا يجب عليك ان انت تدخن. عمل بالنصيحه ماشي، ما عملش ماشي. يبقى انا هستخدم مين؟ هستخدم هنا شود. يبقى انت لو هتعمل بنصيحه او مش هتعمل القرار بيرجع عليك انت، بستخدم شود. اما لو قلت لك ماست لا هنا غصب عنك ايه لازم توقف. وطبعا بستخدم برضو ماست يا شباب مع النصيحه، بس مع النصيحه القويه مع الناس المقربه. يعني مثلا لو والدك هينصحك هنا هستخدم مين؟ هستخدم ماست. ماشي. عندنا حاجه اسمها كان وكانت ديت بعبر عن القدره وبيجي بعدها الفعل في المصدر برضو يا شباب. قال لك ايه he can speak English هو عنده القدره اللي هو يتكلم انجليزي. تمام. you can't use my mobile phone now انت مش هتقدر تستخدم التليفون بتاعي ايه دلوقتي. ماشي يا مصر. عندنا بقى ايه الروابط. عندنا ايه كلمه اسمها even though، كلمه اسمها although، كلمه اسمها while. ديت بنستخدمهم للتعبير عن التناقض بمعنى بالرغم من. مثلا كده although بالرغم من he is rich بالرغم اللي هو غني he isn't happy هو بيكون ايه غير سعيد. يبقى هنا في تناقض صح ولا لا؟ ماشي يا مصر. while the movie was long بالرغم ان الفيلم كان طويل it was interesting كان ايه كان شيق. even though اعرف بقى ان even بيجي بعدها مين؟ بيجي بعدها though. even though he was tired بالرغم اللي هو كان تعبان he finished his ايه his task. عندنا بقى كلمتين حاجه اسمها on one hand وديت يا شباب بتيجي في بدايه الجمله، وعندنا حاجه اسمها on the other hand وديت بتيجي في منتصف الجمله وبنستخدمهم للتعبير عن التوازن او عرض مميزات او عيوب اي شيء. ركزوا بقى يا شباب هنا. بصوا بقى المثال هنا كده بدأ لك بمين؟ on one hand studying English is easy بالرغم ان الدراسه على الانترنت بتكون مفيده. on the other hand على الجانب الاخر it is hard to focus بيكون من الصعب ان انت تركز. تاني حاجه كده on one hand. فانت ملاحظ ايه؟ ان انا ببدا الجمله ب on one hand. شفت on the other hand ابدا ب on one hand. لو شفت يا مستر on one hand يبقى مين اللي هيجي في نص الجمله؟ on the other hand. تعالى نخش على اسئله. شباب بيقول لك هنا اول سؤال ايه؟ you not make noise in the library. عايز اقول لك ان انت لا يجب عليك ان انت تعمل ضوضاء في المكتبه. فهنا قانون فاذا الاجابه ايه؟ mustn't. هنا مش ايه؟ هنا بجبرك يا شباب mustn't. السؤال رقم 2 the mobile is useful it has some disadvantage. هنا ايه؟ هنا بقى في تناقض. اقول ايه؟ بالرغم ان الموبايل مفيد الى انه في بعض ايه العيوب. فاقول ايه؟ although. we not help elderly people يجب علينا ولا لا يجب ان احنا نساعد الناس الكبيره؟ جاب لك shouldn't يبقى الاجابه ايه؟ should. we mustn't احنا mustn't تيجي بعدها الفعل فين؟ المصدر فتبقى cross. رقم 5 on one hand من غير ما اكمل الناحيه الثانيه مين اختها اللي هي اسمها ايه؟ on the other hand. السؤال رقم 6 you not use a strong password يجب عليك ان انت تستخدم باسورد قوي. فاقول ايه؟ you must. السؤال رقم 7 it was raining we went outside. عايز اقول بالرغم من ان الجو كان بيمطر احنا خرجنا. فاقول ايه؟ even though. السؤال رقم 8 she can احنا قلنا كان بيجي بعدها الفعل فين؟ مصدر فتبقى الاجابه use.
السؤال رقم 9 even مين؟ اسمها even so ولا even though؟ even though. السؤال رقم 10 I like pizza my brother likes ايه؟ باستا. هو بيحب ايه؟ بيحب المكرونه. انا بحب البيتزا واخويا بيحب المكرونه. فقول ايه؟ while بينما انا بحب البيتزا اخويا بيحب المكرونه. السؤال رقم 11 بيقول لك ايه؟ you not wear a seat belt. هنا بقى قانون وانت في الشغل لازم تلبس ايه؟ السيت بيلت وتبقى الاجابه ايه؟ must. you must. السؤال رقم 12 بيقول لك ايه؟ you not borrow my book I allow you to read it. انا سامح لك ان انت تقرا الكتاب ده. فانا عايز اقول له ايه؟ انت عندك القدره او انت تستطيع ان انت تستعير كتابي. فاقول ايه؟ you can. السؤال رقم 13 بيقول لك ايه؟ you not use your mobile in class. فهنا يجب عليك ولا لا يجب عليك ان انت تستخدم التليفون في الفصل؟ هنا مستر قوانين، فهنا المفروض لا يجب، يبقى ايه؟ mustn't. you mustn't use your mobile ايه؟ in class. السؤال رقم 14 you not waste your time you shouldn't. لا يجب عليك ان انت تضيع وقتك. السؤال رقم 15 you not talk during the exam. يجب عليك ولا لا يجب عليك ان انت تتكلم في الامتحان؟ فاكيد لا يجب. هنا قواعد وقوانين، فتبقى الاجابه ايه؟ mustn't. بكده يا شباب نكون خلصنا مراجعه اول 4 يونت عندك. اتمنى تكونوا استفدتم، وان شاء الله تابعوا القناه، وان شاء الله هنزل لكم مراجعات قويه جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.